سبل النجاح طبعا ان في ان انت عشان المكان ينجح او انت تنجح لازم تكون في عناصر متوفره، وهي الحماس والاستجابه من المجلس. وانا شفت من المهندس سمير حلبيه ومع اعضاء مجلس الاداره في اول قعده، يمكن انا كنت رايح بنتكلم عايزين نعرف وجهات النظر، ولكن اللي فوجئت ان الراجل شايل هم بورسعيد والنادي المصري، عنده الحماسه والقدره ان هو عايز يعمل، ياخد خطوات ايجابيه وسريعه. فدي اللي خلتنا ان احنا الحته اللي احنا كنا محتاجينها، او يعني واحنا موجودين في نادي الاتحاد، ان احنا خايفين على تاريخ نادي الاتحاد، ان فبالتالي كنا بنتكلم على صفقات ان هي وصفقات بامكانيات تناسب نادي الاتحاد. ففوجئنا النادي في الاول يعني، فبالتالي اتاخرت. فلما لقيناها في النادي المصري، يمكن يعني طبعا انا سعيد جدا كان بالمحطه اللي فاتت الاخيره مع نادي الاتحاد، مع جماهير نادي الاتحاد، وطبعا بالفتره اللي اتعاملناها مع مجلس الاداره. ولكن الحماسه اللي شفناها من المهندس سمير حلبيه والمجلس، اعتقد ان في عرضنا وجهات النظر اللي تناسب نادي المصري، حصل التوافق ان احنا شفنا الحماس الكبير ان هو ان نادي ان في لاعبين اللي احنا تناسب نادي المصري. ان المهندس سمير بدأ التفاوض في خلال فعلا يومين او 48 ساعه، نجحنا ان احنا جبنا بعض اللاعبين، وفي لاعبين في الطريق. فبالتالي حسينا ان مش مجرد كلام، يعني المجلس جاي عايز يعمل بس، وده اللي احنا ودي طريقتنا، احنا عايزين نشتغل. ولان في دي امانه، النادي المصري ده امانه، وجماهير في النهايه في الحمد لله في تفاعل ان احنا موجودين ومبسوطين ان احنا لازم يكون عن حق وعن جداره ان احنا نعمل لهم نقدم لهم الافضل ان شاء الله. انا طبعا انتمائي وحب النادي المصري، ويمكن جماهير النادي المصري هي ما شالتني وانا لاعب وانا مدرب. انا طبعا اعتذرت لها رسمي على الهوا ان انا يعني ما اقصدش ان انا اسيب النادي المصري، وانا كنت ضمن جهاز مش منتمي ليه، جهاز الكابتن طارق يحيى كان جايب جهازه، وانا كنت حاسس ان انا مهمش. ولكن الحمد لله رب العالمين رجعت لبيتي تاني، وانا يمكن بعشق النادي المصري وبعشق بورسعيد، وجيت في جهاز يعني جهاز له قيمه في مصر. ان شاء الله نعمل حاجه للنادي المصري، وانا بقول لهم ما تزعلوش، الفتره اللي جايه انتوا هتكونوا مبسوطين بفرقه قويه قادره انها تمثل النادي المصري، اللي مش موسم واحد، لا 5 مواسم ان شاء الله. احنا عندنا شقين، شق ان انت تبني البيت الاول، هو ده الحمد لله بدأنا، وعلى ما اعتقد ان لغايه دلوقتي نجحنا يمكن 80% في تحقيق الهدف ده. الهدف الثاني ان احنا نعمل موارد للنادي المصري. الموارد هي هتبقى عباره عن منشآت او حاجات من هذا القبيل. يعني السيد المحافظ وعد ان هو يدينا اراضي، عمل نادي اجتماعي وعمل استاد اولمبي، لكن في عدم وجود المجلس المحلي اللي بيوقع على التخصيصات دي السيد رئيس مجلس الوزراء، والورق بيروح عند السيد رئيس مجلس الوزراء، وعلى ما اعتقد انه ما عندوش وقت يبص في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي. ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله كل المجلس هيبذل اقصى ما في وسعه، لان هو زي ما قلت حضرتك فعلا مهمه صعبه صعبه صعبه. الظروف اللي احنا فيها مع الجو والاحداث والكلام ده كله مخليه ظروفنا صعبه شويه، لكن ان شاء الله بنتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ومسانده الناس والصحافه والجمهور والبلد كلها ان شاء الله، عشان ربنا يوفقنا احنا نسعد البلد بنادي المصري ان شاء الله. الكل يعلم الظروف اللي بيمر بها النادي المصري. طبعا احنا في حاله التخبط الاداري دي، او في حاله الفراغ من خلال ايجاد مجلس منتخب منذ 2011، وكانت حاله ظاهره وواضحه الان برضو ان الكل بيعزف عن تولي المهمه والمأموريه. ولكن في الظروف الصعبة دي كان يجب أن يكون أبناء بورسعيد المخلصين في تلبية نداء النادي المصري بشكل أكبر وأوضح من كده. فأنا في البداية بحب أشكر طبعا الأستاذ سمير إن هو قبل إن هو يترك عمله بالقاهرة ويأتي إلى بورسعيد لتحمل هذه المسؤولية. طبعا هو لما بدأ التواصل مع أعضاء اللجنة المحترمين كلهم ناس محترمة وأفاضل بدرهم بقبول المهمة، إيمانا منهم طبعا بدورهم وبمساندة ناديهم الحبيب النادي المصري. بشكر طبعا نادي الاتحاد وجماهير اسكندريه على الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، والحمد لله
ما خذلناهمش، اشتغلنا بضمير وباجتهاد. طبعا احنا مش ما فضلناش حاجه على حاجه، ما فضلناش. احنا الموضوع ان التعاقد خلص، كان بنتفقين مع النادي مجلس الاداره على حاجات امكانيات تبقى موجوده. الامكانيات طبعا ما اتحققتش لظروف صعبه، الظروف الماديه والماليه الموجوده في النادي غصب عن الجميع. يعني انا طبعا بعذر الناس كلها، بعذر يعني كل التقدير والاحترام لمجلس اداره نادي الاتحاد. كنا عايزين لاخر لحظه نبقى موجودين، انما زي ما قلت لك الطلبات او الحاجات اللي كنا عايزينها ما حصلتش يعني، او لحاجه خارجه عن ارادتهم يعني. انما ليهم العذر، ونتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه باذن الله، واتمنى ان شاء الله الازمات الماليه تنفرج عند النادي. احنا ان شاء الله بالفتره اللي فاتت او الفتره القليله خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا بنشتغل كويس قوي بمسانده الحاج سمير. راجل بيشتغل بقوه جدا ان هو يسعى ان احنا يحقق لنا الطلبات الفنيه اللي احنا عايزينها بالنسبه للاعبين الجداد. وانا بشكره عليه جدا، ودي دليل ان هو بيساعدك انك انت نفسيا انك تكون بتشتغل يعني وانت سعيد، ان ما تحس ان مش انك انت مضغوط ان ما فيش حاجه تخلص وما فيش لعيبه وبتاع. دي بتتعب جدا يعني، وبتخليك نفسيا او بتعمل لك احباط. فهو الراجل ومجلس الاداره كابتن الحاج سمير والمجلس الاداره كلهم بصراحه من اول دقيقه في ال 48 ساعه اللي احنا اتكلمنا فيهم اشتغلنا على طول في لعيبه وخلصنا مجموعه لعيبه.